الصراحه الحمد لله شعور ما كيوصفش بهذا الفوز هذا. كنا زعما الصراحه كنا ما قدرش نهضر. اسمح لي واحد شويه. الحمد لله ربي ما خايبناش. كنا بغينا نفرحوا هذا الجمهور اللي ما كيستاهلش هذا القسم هذا، وان شاء الله كنوعدوهم حنا اللعابه عاملين واحد عازمين بيناتنا وهاضرين بيناتنا ان شاء الله هذا العام باش نهديو لهم هذا الصعود ان شاء الله. هذا الجمهور اللي كيستاهل اكثر من هذا الشيء هذا ان شاء الله. نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. انت شفتي الدراري تبارك الله، الدراري تبارك الله راه داروا بوماس وتقاتلوا. الدراري راه عندهم كلمه واحده تقول لك ندخلوا نتقاتلوا باش نفرحوا هذا الجمهور هذو، وان شاء الله ان شاء الله نبقاو غاديين في هذا المسار هذا ونحققوا لوبجيكتيف ونرجعوا هذه المدينه هذه وهذه الفرقه هذه المكانه اللي كتستاهل. وشكرا بكم وشكرا لهذا الجمهور. خويا شنقول لك الجمهور ديال تطوان راه جمهور ذواق فهمتي، وانا شرف لي يقولوا فيا هذا الشيء هذا وكنشكركم بزاف. الحمد لله من بعد ما خرجنا خنيفره جبنا 3 بوان. كنا عازم انه على برا نجيبوا، المهم اللي جبناها راه مربوحه، ولكن الحمد لله والستيران ديالنا خصنا 3 بوان وتاتت لينا والحمد لله. وغنمشيو في المسار نكونوا مع الاولى الحمد لله. دابا نكونوا في المرتبه الاولى وغنمشيو في المسار ديالنا ونخرجوا ان شاء الله باش هذه الفرقه ان شاء الله ترجع للمكان ديالها اللي الصراحه هذا الجمهور وهذا التيران وهذه المدينه كبيره ما خصهاش تكون في دوزيام سيره، وان شاء الله نرجعوا للمكان ديالنا اللي هي بروميير سيره ان شاء الله. هذا الهدف كان ديال خويا بوكسي اللي صاب في التدريب، وان شاء الله بالشفاء العاجل ان شاء الله ويرجع لينا. وشكرا. اولا احنا اليوم فرحانين بزاف على النتيجه، وفرحانين اننا هذا الجمهور هذا اللي جا ما خيبناش الظن ديالو، هذه اهم حاجه. واهم حاجه فريق المغرب التطواني طالع الى القمه، رجع للمكانه ديالو اللي كيستحق ان شاء الله. هو في الصفوف الاولى ريثما يرجع للمكان ديالو الطبيعي في القسم الوطني الاول. الناس اللي كيتفرجوا فينا واللي كيتبعونا يتسناو واحد شويه ريثما نجمعوا النقاط بعدا، وراه الاداء غادي يكون ان شاء الله. ونطريثوا مع هاد الوليدات اللي كيلعبوا دابا، راه لعابه مخلطين وجاو لاول مره للمغرب التطواني باش يلعبوا. صعيب باش يتحقق داك الانسجام اللي كيقلبوا عليه. انا عارف الناس ديال تطوان كاملين كيقلبوا على الاداء وكيخصهم الكره المنظمه، ولكن نجيبوا النقاط بعدا. هذا هو اهم حاجه، النقاط هما اللي مهمين ومسائل اخرى غادي تحقق في المستقبل. شكرا بزاف، شكرا للجماهير وشكرا للجميع.